شفتوا لي هذا اللي بالمظاهرة، يلي طالعين مظاهرة بالساحل؟ هذا شايفينه؟ هاد عم يقول والله انا نحرق عصابات الجولاني ونخلص عليكم والى اخره. تمام، هذا الكلام لك هذا اللي بدنا اياه نحن، لك هذا اللي بدنا اياه نحن، هذا اللي بدنا اياه. مش عن الامن العام بيعرف شو شغله، ما حدا له عنده شيء بقى. وبكره بس تلبس البدله المخططه ما تعرف تعملنا مثل ذلك. كنت غصبا عني واعطوني علبتين متة بس تلبسها للمخططة. ذكرني ذكرني، طمني عنك بشارة الله يا زلمة، يا زلمة بشارة الله طمني عنك. عم تطلع مظاهرات يعني انه على اساس بركي بيلحوا حالهم قبل ما تخلص السنة. حبيبي اموركم منتهية لك من يومكم كلاب، لا لكم ميثاق، لا انتو ولا قصد ولا الاجري. هاي الاجري كشفوا حالهم. ها شرف طلع يا ريت بس شغله $100 الكرامه. شرف فضحوا بعضهم بالسرقات والنصب والاحتيال وقتل ببعضهم. وهي انتو الفلول نفس القصه بالساحل. اول ما سقط النظام عملتوا حالكم مثل الكتاكيت. هلا على اساس بركي بتزبط معكم، هلا بس تلبسوا البدلات قولوا الله. بس شغله منيحه هذا الفيديو اللي نزله هذا الاجدم، شغله منيحه. هلا الامن العام ما عليه عتب، ما عليه عتب. بلقطكم واحد واحد، معناتها انتوا اللي عم تفجروا وتعملوا قصص بالبلد وبالكنائس ما في غيركم. شوف شلون تأسبتوا على حالكم، سبحان الله. حريكم شو حميد، لك خراي عليكم وعلى بقام. شو عم يصير بالساحل؟ إذا بشار الأسد اللي كان مدعوم من دول عظمى ضب البقجة تبعه هو والدائرة الضيقة وراحوا وتركوكم لمصيركم المحتوم، فما بالكم اليوم ببعض الشخصيات الخارجة عن القانون يلي هدفها الأول والأخير هو زعزعة الأمن وأنه يستخدموا أولادكم كوقود لحتى ينفذوا بعض المشاريع. ومع هيك بعد فترة بعد ما بيلمعوا كتير بتلاقيهم اختفوا أو هربوا أو ما عاد سمعنا عنهم شيء. والأمثلة كتيرة إذا بدي أعد لكم عنها. الأمن العام كان وما زال ورح يبقى يحميكم، يحمي كل مكونات الشعب السوري بدون أي تفرقة. لهيك لما هدول الشخصيات بنسمح لهم وبنسمع دعوتهم فنحن بنكون عم نساهم أنه نستخدم أولادنا كوقود. وبالنهاية الخاسر الأكبر مين؟ البلد والشعب السوري. هاي البلد بدها تنهض، ولاحظوا كل ما بيكون في تقدم بهي البلد تطلع هاي الدعوات لحتى يرجعونا خطوة لورا. بس هاي البلد خلص ما عاد ترجع لورا، هاي البلد رح تتقدم. وشوفوا اليوم التطورات السياسية اللي عم تصير واستقبال الدول للدولة الجديدة، بتعرفوا البلد وين رايحة. لهيك خلينا كلياتنا نكون ايد واحدة وما نسمح لهي الشخصيات اللي بالنهاية معروفة الأهداف انه تتوغل فينا أكثر وانه ننفذ مشاريعها بدون ما نعرف. اللي صار اليوم بالساحل مو مشهد أوروبي ولا فيلم ديمقراطية مستورد. هاد صار بسوريا، الناس نزلت تعبر وناس تانية كانت ضد التظاهر، مو كرها بالحرية بل خوف على البلد بالتقسيم. شباب هم تعمير مو تخريب. صار احتكاك بين المتظاهرين، تدخل الأمن وفضل الاشتباك وعمل طوق لحماية الكل. ايه يحمي الكل حتى المختلفين. وهون الفرق، هاد مو أمن الأمس، مو أمن بشار الأسد يلي كان شغله يزرع الحقد ويغذي الانقسام ويعيش عليه. هاد أمن سوريا الجديد، أبناء هالبلد وأبناء هالتضحيات وعيهم حاضر وأصابعهم مي على الزناد، أصابعهم على النبض. غزال عم بيحاول ولسه عم بيحاول يرجع يرمي بذور الفتنة ويزرع حقد جديد بين أبناء الوطن. في ناس انجرت وسمعت كلامه ونزلت على الشارع ووصل فيها الحال ترمي الحجر على الأمن يلي واقف يحميها على أمل تشوف سيناريو زمن الأسد البائد. بس خاب أمله لأنه الوعي سبق الفتنة. غزال لعبة شطرنج من بعيد، قاعد قدام شاشة مع كاس متة وعم يحسبها كش ملك، كل همه يكسب حتى لو كانت الخسارة أرواح الناس. إذا زبطت صار بطل بنظر عديمين النظر، وإذا ما زبطت بيحزم حاله وبطير على غرفتين وصالون، لا اما بايران او بروسيا. سوريا وحده، سوريا للجميع، لا للتقسيم ولا للطائفيه. السلام عليكم.